في ناس بعتت تسألني ازاي بقدر اعمل صور زي دي او دي او دي. تعالوا مع بعض كده بسرعة نعرف ازاي بنقدر نعمل صور زي دي من غير كلام كتير. يلا بينا. اهلا بيكو، انا احمد المسلمي ودي حلقة جديدة من تك الزرار. زمان كنا بنقول ان التصميم مش مجرد تك الزرار، ولكن دلوقتي التصميم بقى فعلا تك الزرار. ولكن الموضوع محتاج منك شوية ذكاء وشوية مفهومية. الذكاء الاصطناعي بقى موجود تقريبا في كل حاجة في حياتنا اليومية، سواء بقى تصوير، سواء تصميم، سواء كتابة سكريبت، أي حاجة بنعملها. ولكن الشاطر هو اللي يعرف إزاي يستخدم الذكاء الاصطناعي ويوظفه لصالحه، مش يخليه يستبدله. طيب، احنا اتكلمنا في أول حلقة عن مجموعة صور كنت أنا بعرضها على سواء بقى انستجرام أو فيسبوك أو أيا كان، وناس بعتت تسألني بعمل الصور دي ازاي. خليني كده اشرح لك الاول ببساطة انا ازاي اصلا اقدر اكلم الذكاء الاصطناعي. ناس كتير بتقول لك انا ممكن اكتب له اي جملة فيطلع لي الصورة. عظيم، الكلام اللي انت بتقوله ممتاز وحلو جدا، ولكن هل الكلام اللي انت هتكتبه له ده هيخليك تقدر تتحكم في النتيجة اللي هتطلع 100%؟ لا. عشان تتحكم في النتيجة اللي هتطلع من الذكاء الاصطناعي لازم تعرف ايه هو البرومبت، او بمعنى اصح الامر اللي انا بكتبه للاداة بتاعت الذكاء الاصطناعي دي علشان تطلع لي النتيجة اللي انا عايزها. انا ممكن مثلا اكتب للذكاء الاصطناعي رجل يرتدي جلابية، واروح مديله امر تنفيذ، هيروح مطلع لي الصورة. هيطلع لي بقى صورة هو على حسب مزاجه او حسب تخيله. راجل بقى بيرتدي جلابيه زرقاء، بيرتدي جلابيه صعيدي، بيرتدي جلابيه سوداني، اللي هو بيفكر فيه هيبدأ يطلعه في الصورة دي. عشان كده لازم اعرف ايه هو البرومبت علشان اقدر اتحكم فيها. انا مش عايز ادخلكم في تفاصيل كتير في اول حلقة علشان الناس بس مخها ما يتوهش او يحصل فيه زحمة، ولكن تعالوا مع بعض كده ندخل على الكمبيوتر ونشوف ازاي نقدر نكتب برومبت كويس وفي نفس الوقت يدينا نتيجة مش هقول مبهرة ولكن نتيجة قوية. يلا بينا مع بعض بدون كلام كتير نروح على جهاز الكمبيوتر. طيب، تعالوا كده مع بعض هنشرح دلوقتي ازاي اقدر اكتب برومبت للذكاء الاصطناعي، وهنشتغل النهارده على تشات جي بي تي. طيب، تعالوا مثلا هنقول لتشات جي بي تي ان انا عايز اصمم دب قطبي واقف في القطب الشمالي مثلا. هكتب له بالعربي عادي: صمم صورة لدب قطبي موجود في القطب الشمالي، واروح قايل له انتر. خليني بس كده اعدي الوقت بتاع التصميم ده ونشوف الصورة اللي هتطلع معانا هيبقى شكلها عامل ازاي. طيب عظيم، طلع معانا الصورة بالشكل اللي احنا شايفينه ده بنسميه جنرال برومبت او امر تصميم عام. ما بدلوش فيه تفاصيل كتير واسيب الذكاء الاصطناعي هو اللي يعتمد على خياله اكتر من ان انا بوجهه واديله تفاصيل علشان هو يشتغل عليها. طيب، ما تيجي كده نزود شوية التفاصيل بتاعة الامر ده، وليكن مثلا هاجي اكتب له تصميم لدب قطبي، او خليني هبدأ الاول اقول صورة
واقعية لدب قطبي في القطب الشمالي. تمام، ده كده أول جزء، إن أنا اخترت قلت له أنا عايز صورة واقعية لدب قطبي، يبقى أنا كده اخترت نوع التصميم اللي هعمله. طيب هاجي بعد كده هروح قايل له الدب لونه أبيض بالكامل وفي مقدمة رأسه بقعة سوداء. أنا كده اديته وصف جزئي للدب. طيب هنقول الخلفية جبال شاهقة من التلج وبعض البحيرات الصغيرة المتجمدة. أنا كده اديته وصف البيئة اللي الدب القطبي موجود فيها. يبقى أنا كده عملت 3 حاجات. أول حاجة وصفت التصميم، تصميم واقعي. وصفت الدب القطبي، قلت له إن هو لونه بالكامل أبيض وفي راسه بقعة سودة. وصفت له الخلفية عبارة عن جبال عالية من التلج ومعاها في بحيرات صغيرة متجمدة. يبقى أنا كده عملت 3 حاجات: نوع التصميم، وكمان الوصف بتاع العنصر الرئيسي اللي هو الدب، وكمان وصفت البيئة اللي حواليه. طيب تعالوا نزود كده كمان حاجة. هنقول مثلا وقت التصميم هيكون وقت الغروب. كده وصفت له كمان نوع الإضاءة اللي في التصميم ده. تعالوا نزود كده حاجة صغيرة كمان. هقول له إن التصميم هيكون بالعرض. هنا أنا قلت له إن التصميم بتاعي هيكون بالعرض مش بالطول، وهو هيبدأ يصمم، وهروح مديله انتر وهبدأ أشوف هو هيطلع لي إيه من النتيجة التانية دي، وهقارنها مع النتيجة الأولانية. يلا بينا. طيب دي الصورة التانية بعد ما طلعت معانا وطلعت بالمنظر ده. طبعا شفتوا الفرق بين الصورتين، الصورة الأولى والصورة التانية، وتعالوا برضو كده مع بعض نستعرضهم. دي الصورة الأخيرة اللي طلعت من برومبت اللي احنا شرحنا له فيه شوية، ودي الصورة الأولانية. في فرق طبعا بين الصورتين، أظن إن هو واضح. زي ما انتوا شفتوا مع بعض الفرق بين الصورتين. الصورة اللي احنا قلنا له فيها مجرد أنا عايز دب قطبي موجود في القطب الشمالي أو الجنوبي، طلع لي صورة، وهو كمل البيانات من عنده، طلع لي الصورة مربعة، طلع لي الوقت الصبح، الإضاءة لونها إيه. والفرق ما بين البرومبت اللي أنا بدأت أزود له فيه شوية تفاصيل، زي الدب هيكون شكله ازاي، في علامة مميزة، ايه نوع التصميم اللي انا هعمله، واقعي خيالي كرتوني ايا كان، نوع البيئة اللي حواليه، الاضاءة بتاعة المشهد، كل ده بقدر اتحكم فيه في التصميم. انا ما حبيتش بس اطول عليكم الحلقة دي وازود دماغكم بحاجات كتير. احنا هنمشي مع بعض حلقة حلقة ازاي نقدر نعمل برومبت من الصفر لحد الاحتراف، ازاي نقدر نطلع بيه اكتر من حاجة، زي الصور اللي احنا شفناها في اول الحلقة، سواء منتج دعائي، سواء بعمل قصة مصورة، سواء بعمل صورة حتى حقيقية لشخص او لمنتج معين. كل ده هنعرفه مع بعض في الحلقات الجاية. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لنا شير ولايك سبسكرايب علشان يوصلك كل جديد. تابعوني، كنت معاكم أنا أحمد المسلمي، ودي تك الزرار. اتشرفت بيكم.